توكلنا على الله وعلى بركة الله. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض صينية الرز بالبطاطس الراعي الرسمي للشتاء عندنا في محافظة الشرقية. طعمها خطير، مش هينفع احكي لك عنها، لازم تجربيها بنفسك. نقول بسم الله توكلنا على الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. معايا كيلو من الرز انا غسلته ونقعته في المية حوالي ربع ساعة وبعد كده صفيته. ومعايا هنا كمان كيلو من الطماطم هنزل عليهم ببصلايه كبيرة و5 فصوص من الثوم، معلقة صغيرة من السكر، معلقة كبيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الفلفل الاسمر، وكمان زيها من الكزبرة الناشفة ومرق الدجاج، وممكن تضيفي شطه لو بتحبيها. معايا بقى الرز بعد ما غسلته وصفيته هنزل عليه بشويه من الطماطم، وهنا كيلو بطاطس قطعته مكعبات، هبدا اقلبهم مع بعض وانزل بالطماطم شويه بشويه نقلبهم كده. وبعدين نزلت بحوالي نص لتر من الشوربه وكوبايه كده من الزيت. الزيت مهم جدا لانه بيخليها تفلفل معاكي وتبقى حلوه قوي. ظبطي بقى الملح بتاعك وحطيها على نار عاليه، اول ما تغلي هديها تقليبه وههدي النار شمعه وانقلها على عين صغيره واغطيها واسيبها لحد ما تستوي تماما. وبعد كده اخدها تحت الشوايه يدوب تاخد اللون الحلو ده والريحه الرهيبه دي،